السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والصلاة والسلام على الحبيب المصطفى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. تعال أشارك حضراتكم في الواقع اللي حصلت في منطقة السلام مع طبيبة السلام اللي لقوها مرة واحدة نطت من البلكونة من الدور السادس. على طول الناس بلغت الأجهزة الأمنية، بلغت اسم شرطة السلام وشرطة النجدة، وعلى طول انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الواقعة، واللي الدور السادس الشقة نفسها دخلوا لقوا واحد مقيد، وطبعا كان الجيران كان شافوه وهو قاعد اتقيد، هم مكتفينه، وإن هي مرة واحدة كانت من البلكونة، كانت واقفة في البلكونة بتصرخ وبتزعق، ومرة واحدة لقوها في الشارع مرمية ميتة مقتولة. هنا على طول الأجهزة الأمنية بدأت تحقق في الناس اللي واقفة جوه الشقة ديت. انتوا مين؟ إحنا جيران، أنا صاحب البيت ودي مراتي وادي الجار. طب وانتوا هنا ليه؟ قالوا ان احنا بنشوف الشاب دوت طالع نازل عليها، فمره واحده دخلنا عليها الشقه. هي لما شافتنا كده خافت ورمت نفسها من البلكونه. ولكن يا جماعه هنا اللي حصل ان اخوها حكى الموضوع على احدى القنوات واتكلم وقال ان اختي بتشتغل مش طبيبه، دي مساعده طبيب في احدى العيادات الخاصه، وبترجع من الشغل بتاعها واخري، وكانت متفقه مع بتاع الانابيب ان هو يجيب لها الانبوبه بعد ما تخلص الشغل، فهو جابها لها الساعه 11 بالليل وطلع عشان خاطر يركبها لها. هنا طبعا ازاي الجيران لما لقوا حاجه زي كده؟ لا ده كده وضع غلط، كده ما ينفعش، ده بيجي لها كتير، دخلوا عليها الشقه. طب هل الجيران، هل الجار مهما كان او صاحب العماره، هل ليه هو السلطه ان هو يدخل عليها الشقه مره واحده ويعمل اللي هو عمله دوت ويرعبها ويخليها ان هي من خوفها انها تنط من البلكونه؟ طبعا لا. الاجهزه الامنيه نفسها لما بتحب تدخل شقه لازم بتدخل باذن نيابه. تخيل بقى لما الجار يعمل كده، يقول لك علشان خاطر ما ينفعش، ده غلط، احنا مش مركبين قرون، احنا مش قاعدين في العماره اللي طالع ولا نازل وحد يخش وواحده تعمل حرام وتعمل مش عارف ايه. طبعا في ناس من حضراتكم بتقول ده هم صح، ولكن لا طبعا هم مش صح ولا حاجه. اي نعم الجار لما شاف كده، ولو هو حقيقي شاف كده، ولو ده الكلام ده حقيقي ومتاكد ان الشاب ده بيطلع كتير وطالع نازل طالع نازل في المكان دوت، واتاكدوا ان في علاقه، ساعتها يبلغوا الاجهزه الامنيه. لكن انا ما اديش نفسي الحق ان انا ادخل تمام واقيم عليها الحد مثلا، ولا ان انا اعمل اللي انا عملته دوت، وان انا اخوفها وان هي من كتر خوفها تنط من البلكونه، وان التاني اكتفه ليه علشان خاطر ايه؟ انا ماليش حق. انا دلوقتي لو لقيت واحد في الشارع حرامي، هل انا امسكه واطبق عليه الحد واقطع اقطع ايده؟ لا طبعا. انا اللي بعمله ان انا بسلمه الاجهزه الامنيه. نفس الكلام، انت شفت غلط سلمه الاجهزه الامنيه، بلغ، كلمها، قول لها ده لو الكلام ده حقيقي. لكن ان احنا نتهم الناس بالباطل وان احنا ندخل عليه وشوائهم ونعمل اللي احنا عملناه دوت. طيب ايه اللي حصل بقى في الواقعه ديت؟ تم القبض على صاحب العماره، اللي هو اصلا اتضح بعد كده ان هو عايز اصلا يطفشها من العماره، وان هو مش طايقها في العماره وهو عايز يخرجها من العماره، وعلى مراته وعلى الجار. والقاضي حكم عليهم بكل واحد فيهم 15 سنه سجن مشدد. ليه ده كله؟ عشان خاطر ايه؟ عشان خاطر بس شكوا لمجرد ان واحد بيدخل الشقه عند فلانة الفلانيه، وان فلانة الفلانيه ديت بتعمل معاه الرذيله. طب وليه؟ ليه؟ طب ما تكلموها هي الاول، شوفوها هي هتكون رد فعلها ايه، شوف هي هتقول ايه. وبره شقتها، مش ان انا ادخل عليها شقتها مره واحده واعمل اللي انا عملته ده. هنقول ايه بس غير لله الامر من قبل ومن بعد. بشكركم جدا، بتمنى من حضراتكم الاشتراك في القناه، تفعيل زر الجرس، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.